صباح الخير، شلونهم الحلوين؟ صار هواي كلش غايبة عنكم. أدري يعني دائما أصور لكم بالأشياء المهمة بحياتي. اليوم راح أسوي عملية، الخوف عندي يقرأ مليون، وما نمت يمكن غير ساعتين أو أقل من ساعتين بسبب التوتر. اليوم ثالث عملية بحياتي، ثالث أصعب عملية. طبعا راح تجي ويا صديقتي نبأ، وراح أصور لكم إن شاء الله من أطب للعمليات ومن أطلع للعمليات، كله راح يتصور. ما راح أقول لكم شنو العملية هسه، بس أريد من عندكم دعم كلش قوي للقناة. أريدكم تدعموني وتصعدون الفيديو ويصعد الفيديو ترند، لأن تدرون إنه أنا حاليا راح أرجع لليوتيوب إن شاء الله. بس أريد همتكم، أريد مشاهدات هيك كلش قوية. أوكي، شوفوا اليوم اللبسة مالتي، حبيت كل شيء هواي. رايحة لهم للمستشفى لابست لهم أخضر. شنو هذا مي؟ شنو هذا المي؟ لكم على شيء كلش خايفة، بس يا رب كل شيء يعدي بخير وسلامة وبسرعة، لأن حرفيا أنا خوافة. قبل ما يبدي الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة. أحبكم كلش هواي يا أحلى جيش فاطمة. هسه حاليا بعدني دا انتظر نبأ. شوية تأخرت لأن ما نايمة زين خطية بس 3 ساعات، فأني كملت، خليت مكياج كلش خفيف على السريع كملت. ايش دارد اقول انه انت شلون تعرف عزازك؟ لما توقع بشدة. الباقي اللي راح يوقف وياك هذا يحبك، اللي ما راح يوقف وياك هذا شطبة من حياتك احسن. فهسه دقايق ونوصل للمستشفى. الدكتور خابرني يريد التحاليل، طبعا جبتها وياي التحاليل مال السكري مال التراكمي مالتي، ضرورة يعني قبل يشوفون التراكمي قبل العملية. وأيضا فقر الدم كان عندي فقر دم وأخذت أوبر، يعني كنت أتعالج. ممكن تشوفوني على الستوريات، تابعوني على الانستا مالتي وعلى السناب، راح أحط لكم إياها هناك أول بأول أني أنشر. فكان عندي فقر دم بس عالجته. تراكمي مالتي زين الحمد لله، يعني ما راح يأثر علي البنج العام، ويا رب خير. تشوفون شكلي ايش قد متغير على خشمي. قال لي نسعد لاصق اليوم، فمرتاحة اني. هذا الفيديو اذا مو ترند اني ازعل. نبأ صديقة ونعم الصديقة، انا احبها وما راح انسى ابد هذا موقفها وياي. يوم الجو كلش حلو. تغيرت الخطة انه محمد اخوي هو راح يوصلنا للمستشفى ان شاء الله. ان شاء الله خير. هسه شوي انا اطمنت صراحة، ما اعرف ايش بيه. محمد هسه راح يوصلنا. قررنا انه احنا نروح النبأ وناخذها ويانا. ما اعرف ايش بيه، كلش متأثرة من شفت امي خاصة. صارت مصاري قوية ماكو شي. ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو رحمة وشفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. راح تجي نبأ، وصلنا لها، وراها نتوجه للمستشفى. شوية تأخرت اني. هلا، جمالها جمال والله. لا ترى استحي. هسه وصلنا. ما ادري متحمسين ما ادري خايفين. صرنا معنويات صرنا ساعة نفطر. هاي منا والاستاذ. معنويات ولا مالي؟ المعنويات حماس. لا وصلنا. انا شنو معنوياتك انتي؟ شنو انت عطولي؟ انا خايفة بدون. انا ما خايفة، ماكو اساس. ما طلعنا ما ادري شلون بالثلاثة راح لي. انا مترويت شكل نبت. ايه طلع له واحد ضخم والله. نونو خلي نشوفك، ارجع لي ورا شوية. جمال واو.
ايش كنت تقولين؟ الذهب للذهب. الله شايل الطبلة ما لابسه اخضر باخضر. اي باع الحنيه والله اكبر حنينه بديته والله. هاتشيس العلاج لو تدرون ايش صار مني الله خذنا. اليوم لبست الملابس مال العمليه، بس العمليه تاخرت شويه بسبب انه بطل الدم مدى نلقى متبرع، بسبب انه دمي AB سالب شويه نادر. فحاليا نبقى راح اجيب لنا اشياء ومن بعدها راح يجيبون بطل الدم وندخل للعمليات يا الله. شو وين شتي؟ اي يابا فدوه الله. هذا يزيد دمي ومن بعد ما ينقص بدل بطل الدم. طبعا كلش ضجت لان قالوا انه العمليه حتتاجل بسبب انه الدم مالتي قليل، يعني 10.8. اي فيجوز لو اسبوع الاخ لو الشهر الجاي ما ندري حسب يعني ان شاء الله. كنت اخيرا بالاخير اكيد هو ضجنا بس يلا. هسه احنا الاسبوع الثاني، بس راح على نبأ ناخذها من بعدها ان شاء الله نطلع للعمليه. بس وقت راح اخذنا نونو. تدرين طلع حلو هيك مكياج خفيف والله. هسه رايحين متوجهين بالمستشفى. يلا ادعونا بعد العملية صدق. اكثر شيء طوج. مشاعر هي مقالة اكثر مني. انا وين المشاعر ما ادري. احس شو اسمه ما خايفة مثل ذيك المرة. كلنا تأجلت. الشغف راح. عافية زين راح في الشغف. الشغف راح بيتهم. هسه راح نصعد للغرفة. الحمد لله هسه طلعت من العملية، وصلتني هاي الهدية الحلوة. شوف لكم اياها. ايش قد حبيت الورد، كلش حلو طبيعي. طبعا لما انطبيت للعمليات من بعدها ما حد قدر يصورني، كنت مبنجة وحالتي حالة، ويعني صارت ظروف منعتني انه اكمل الفيديو، وحالتي حاليا ما تسمح انه اقوم ابدل واقعد قدام الكاميرا اشرح وشنو اللي صار. بس عن قريب ان شاء الله راح اتشافى واشوفكم النتائج ايش قد حلوه. العمليه كانت نحت يم دكتور حيدر الخفاجي. المعلومات كلها راح تلقوها على انستغرامي، راح احط لكم انستغرامي والنتائج ايضا وصور النتائج والفيديوهات. بس حاليا اني في فتره الشفاء، يعني اني نزلت الفيديو على مودكم، قعدت منتجته واني يعني ما كنت اقدر اقعد وامنتج واتعب يعني. فاحبكم كلش هوايه وادعوا لي بالشفاء العاجل. طبعا وجهي تعبان وحالتي حاله. اليوم جيت للدكتور على مود نشيل ان شاء الله الصندات. شكرا دكتور حيدر على هذا البوكيه.